السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشرت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك في الساعة الأخيرة صور مؤلمة لكارثة والتي وقعت في عين وسارة بولاية الجلفة. وحسب ما هو متداول في العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك، فإن أحد المواطنين يعمل كمدير ابتدائي كان مع بنته الصغيرات على متن سيارة سبارك بطريقة بولاية عين وسارة قبل أن تتعرض سيارتهم لحادث مرور خطير وتحترق. وللأسف عثر على الضحية قطار دحمان وبناته ثلاثة، وهم جثث هامدة ومحترقة رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان.